الجماهير السعوديه كتواعد وكطالب بمواجهه المنتخب المغربي. يلا السي طارق، هانتوما تسرتوا علينا السواعده بسبب الاداء ديالكم. المنتخب الوطني المغربي غادي يواجه منتخب السعوديه في الجوله الثالثه من المجموعه الثانيه. المنتخب السعودي اللي تاهل ديجا لدور الربع واللي كيلعب على صداره المجموعه واخا عنده 6 ديال النقاط، في حين ان المنتخب المغربي كيلعب على التاهل وعلى صداره المجموعه واللي في الحوزه ديالو 4 ديال النقاط وفي منافسه مباشره مع منتخب عمان اللي عنده نقطه واحده. دابا رجعنا عاود للكالكولاتريس، باش يتاهل المغرب خاصو ضروري يربح او لا يتعادل. الا ربحنا السعوديه غادي ندوزو متصدرين للمجموعه ب7 ديال النقاط، والا تعادلنا غادي نجيو ثانيين خلف السعوديه ب5 ديال النقاط. الا خسرنا حنا وخسر منتخب عمان غادي نتاهلوا حيت الترتيب غادي يبقى كيف ما هو. الا خسرنا حنا وربح منتخب عمان ما خاصناش نخسروا بشي حصه اللي كبيره ومنتخب عمان ما يفوزش بشي حصه اللي كبيره. حنايا عندنا بلس 2 وعمان عندها ناقص 1. المهم الحريره عاوتاني مع المنتخب. هادشي اللي بغيتو عندنا السي طارق. على الكورة. نرجعوا دابا للجماهير السعوديه اللي كيتحلفوا وكيتوعدوا فينا. قال لك اسيدي جيبوا المغرب ويعطيونا المغرب. هادشي كامل بسبب زحزح، بسبب حمد الله، بسبب حريمات، بسبب كاع داك اللعابه اللي بانوا في واحد المستوى دون المستوى اللي معروفين به. نرجعوا دابا لمباراه عمان واللي كانت من الاول وحتى قبل الطرد ديال حمد الله صعيبه على المنتخب المغربي، حيت ما شكل حتى تهديد على مرمى المنتخب العماني واللي كيضربوا المخضرم كارلوس كيروش. هذا المدرب اللي عندنا معاه عقده وسوابق كثيره، حيت لعبنا معاه في جميع المسابقات، كاس العرب، كاس افريقيا، كاس العالم، وعمرنا ما ربحناه. ربحنا مع جنوب افريقيا، ربحنا مع مصر، ربحنا مع ايران، ودابا تعادل معنا مع عمان. يعني السيد عارف التكتيك ديالنا، وفي نظري انا اللي غادي يقدر يوقفه واللي غادي يلعب معاه بنفس الاسلوب ديالو هو وليد الركراكي. ماتش اللي تصالب 0-0 واللي خلص صدمه كبيره عند الجماهير المغربيه واللي خلى منسوب الثقه ينقص في دوك اللعابه. اما المدرب طارق السكيتيوي فهو لاعب بداكشي اللي كاين، اجود اللاعبين اللي متوفرين فهما اللي خدا، ولكن هما اللي خواو به، حيت لاعبين بلا نفس وباغيين يربحوا غير بالسميه ديال المغرب، ربيع العالم، ثالث الاولمبياد، بطل كاس العالم للشباب، مهم باغيين يلعبوا بالسميه، في حين ان البطولات كتربح باللعب بالنفس بالرغبه في الفوز. وحنا شفنا تبارك الله منتخبات فلسطين وسوريا والاردن كيفاش لاعبين هذه البطوله هذه. اما المباراه ديالنا مع السعوديه فاحنا الا بقينا في هذا المستوى والسعوديه بقاو بالمستوى اللي ظهروا عليه في اخر مباراه، مع الرغبه اللي عندهم انهم ينتصروا علينا ويبانوا انهم احسن منتخب عربي كاين حاليا هو اللي تفوق على المرشح الاول باش يدي البطوله، فلا قدر الله غادي نبداو مسلسل الانهيار في الكره المغربيه. هادشي علاش اللاعبين خاصهم يلعبوا بالنفس ويكونوا رجال ويلعبوا على سمعه ورايه البلاد، وماتش السعوديه يكون هو الانطلاقه الحقيقيه نحو اللقب الثاني من بطوله كاس العرب. كان معكم وليد مدقور على قناتكم زوم على الكره. السلام عليكم.